التعليل في الفقه الإسلامي. منذ نزول الوحي والفقه الإسلامي يبحث في أحكام الشريعة، لكن هناك بابا يكشف سر التشريع وحكمته. إنه التعليل في الفقه الإسلامي. التعليل هو بيان السبب أو الحكمة التي من أجلها شرع الحكم، هو الربط بين النص والمصلحة وبين الشريعة وواقع الناس. أهميته كبيرة، فهو يساعد الفقيه على الاستنباط والمفتي على الترجيح والمجتهد على معالجة القضايا الجديدة. تحريم الخمر علته الإسكار، فكل ما أسكر فهو حرام أيا كان نوعه. هذه الفكرة تطورت منذ عهد الصحابة مرورا بالتابعين حتى وضع الأئمة قواعدها وصارت علما في أصول الفقه. لكن للتعليل ضوابط: أن تثبت علته بدليل صحيح، أن تكون منضبطة، وألا تخالف مقاصد الشريعة. وفي عصرنا صار التعليل أداة مهمة لفهم قضايا الطب الحديث والمعاملات الرقمية وكل ما يستجد في حياة الناس. التعليل ليس بحثا نظريا فقط، بل جسر يربط بين النص والمصلحة، بين الماضي والحاضر، ليبقي التشريع ليبقى التشريع رحمة للعالمين.